أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آه أول حاجة يا أخي، في الفترة اللي فاتت ده أتكلم عن المناكفات والحياة اللي بتحصل بين أخواننا زنون والانصرافي. فيا جماعة الوقت ده ما هو وقت بتاع مغالطات ومناكفات حتى في اللايفات بتاعتكم في ناس بيجوا خاشين ويقول لك يا أخي أردم زنون، أردم انصرافي، رأيك شنو في الانصرافي، رأيك شنو في فلان. فدي الناس بتاع الفتن، واي لايف انتوا بتعملوه فيه قحاته وفيه الدعم السريع وفيه كيزان وفيه كل الناس، فيه وطنيين وفيه ناس اخوانها. فارجوكم يا اخي خلي بالكم في الوطن. بس كلام الفاضي ده ما في له داعي، كل واحد يطعن في الثاني. كويس، انتهينا من الموضوع ده. بالنسبه للقوات المسلحه يا اخي، تحيه للقوات المسلحه. الصامد، وربنا يرحم الشهداء ان شاء الله، ربنا يجعلهم من اصحاب اليمين وشهداء ان شاء الله. بس القوات المسلحه يا اخي دايرين انكم تسمعوا كلام الناشطين ديل في ناس كلامهم مفيد جدا جدا وبينفعكم، وديل اللي وصلوكم لبر الامان. يعني مثلا في دكتور محمد الزين، ده انسان يعني هو محامي قانوني. فالاتفاقيات والمؤتمرات، الحاجات اللي بتتعمل برا ده بيوروكم كيف تمشوا تقعدوا هناك وتتكلموا، ويجوا مش يسوقوكم، يقول لكم جيبوا نفرين ولا ثلاثه يجبروكم. ما في زول بيقدر يجبركم، ده على حسب كلامه، هو انسان عارف الحاجات دي. ممكن تسوق معاك 30 نفر، تمشوا تسمعوا تتكلموا، بعدك ترجعوا تتناقشوا في الموضوع وتدوم الرؤيه، لانه انتم منتصرين. انتم حسي انتم بتضغطوا، ما في زول بيقدر يضغط عليكم. فنرجع تسمع كلام الناس زيل دكتور محمد زين، دكتور عزيز سليمان، الانصرافي، الانصرافي وزنون مسيوني، واخونا ابو رهف طول ما نزل لايف، يديه الصحه والعافيه. فديل الناس ما شاء الله، يعني نحن والله استفدنا منهم كثير جدا جدا. الناس ديل استفدنا منهم كثير شديد. فاسمعوا للناس ديل، والناس المواطنين الشعب السوداني من زمان بيطالبوكم بالطوارئ، لانه في حاجات كثيره حصلت ما المفروض كانت تحصل، سرقات العربات والناس لسه في البيوت. فالمفروض يكون في طوارئ، يكون في يعني حظر تجول، في حاجات كثيره المفروض تتعمل. فالقوات المسلحه القياده ما قاعد تسمع، للناس، ما قاعد تسمع للناس اللي عندهم افكار كويسه وناس بيفيدوهم في الحرب دي ذاتها. فاسمع الناس بيقولوا، اسمع المواطنين بيقولوا شنو. و وفعلا نحن بعد ده يعني دايرين، انت شايفين ناس القحاته قاعدين يعملوا مبادرات وما مبادرات. فلازم يكون في حكومه بتاعت تكنوقراط، لازم البلد دي لازم يعني تكون فيها حكومه. هاي صح الجيش حكومه حاليه، لكن لازم في تكون حكومه مدنيه عشان تاني ما يكون في تدخل، وما في زول يكون عنده كلام علينا، او ما في زول يقول يا اخي ده عسكر وديل كده. فربنا ينصر الجيش ان شاء الله، ربنا ينصر الجيش ان شاء الله، ربنا ينصر الجيش. السلام عليكم ورحمه الله.